السلام عليكم. النهارده هنبدأ فيديو جديد. النهارده هنتكلم عن ايه فايدة دولينجو. طيب، دلوقتي في ناس كتير لما بتيجي تخش لغة تتعلمها بتحمل دولينجو، سواء انجليزي اسباني او ايطالي، لغات بقى كتير. طيب، دولينجو بالنسبة للغات الصعبة زي الياباني الصيني والكوري مش هيفيدك حرفيا كمبتدئ خالص. ليه؟ هو مجرد بيديك حروف وكلمات ونطقها وعمال بيخليك تطبق عليها. ده حلو كتطبيق، لكن في نفس الوقت مش ان انت تتعلم عليه كأنه هو المصدر الاساسي، ومش هيخليك تتعلم اسرع حاجة. طيب، بالنسبة لدولينجو فايدته ان هو يخليك تطبق. دلوقتي انا بتعلم اسباني من مصدر معين وبطبق على المصدر ده. مثلا بحل اسئلة كتير، بس بسمع بقى بودكاست بقى كتير للغة، واطبق نفس الكلام اللي انا قلت عليه في الفيديو اللي هيكون في الاي ده، او هيكون في اخر الفيديو في شاشة النهاية. طبقت نفس كل اللي اتقال وفتحت دولينجو في نفس الوقت اتدرب على كلمات، بيديني حصيلة كلمات كويسة. بس مثلا من حيث القواعد والجرامر واللغة مثلا ازاي اركبها بتبقى مفككة قوي. زي ما انت عارف، يعني انا بتعلم انجليزي من دولينجو، بس هتكون القواعد ضعيفة، وبرضه شرحت حتة القواعد ده في فيديو هيكون برضه موجود في الاي هنا او هنا او في شاشة النهاية. فأهم حاجة تركز في القواعد، وازاي تسمع كويس وتشوف بودكاستات وتظبط دنيتك، بعدين تبدأ بقى تطبق على دولينجو وتشوف كلمات زيادة. الحوار هيحسن الانجليزي بتاعك واللغة بتاعتك بعد كده. طيب، لو انا مثلا مش عايز احمل دولينجو، عايز بديل تاني، هتلاقي بديل برضو بل احسن منه. هو مش كويس بس هو ممكن يوصل ان هو يديك شهادات تتم كل ليفل في اللغة. هي مش شهادة معتمدة قوي، هي شهادة معتمدة من البرنامج، بس هي بتعرفك ان انت وصلت لفين الاخر كده. والبرنامج اسمه بوزو، لو عايز تحمله. هو برنامج فيه اشتراك ومجاني، فلا هو انت لو عايز تستثمر في اللغة بتاعتك بوزو احسن بكتير من دولينجو. بس كده وصلنا لاخر الفيديو، متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. لو اي حد